السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم. نبدأ الفيديو بتاعنا بالصلاة على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك. بيقول لك البنا والحنفي واحد اتوقف شهر والتاني شهرين، أو ده شهر وده شهر. كل ده الأهلي مش هيستفاد منه بحاجة، ومش هنقعد نهري في الكلام الفاضي ونقول ايه احنا عايزين نعيد الماتش، الاهلي لازم يعمل مش عارف ايه. كل الكلام ده كلام فاضي وهري على الفاضي، وكله مش هيجيب نتيجة. احنا اللي عايزين ادارة الاهلي تعمله انها تبروز الموضوع، تحط عليهم علامات اكس. الناس دي ما تحكم لناش تاني. الحنفي قاصد يخسر الاهلي، والبنا قاصد يخسر الاهلي. هو في تلاعب في الماتش، تمام؟ والتلاعب ده اتكشف. ولما الاهلي قال لك انا عايز اسمع المحادثه بين الفار والحكم، طلعت الايقافات، وده قال لك ده توقف شهر وده توقف شهر. لازم الاهلي يسمع برضو المحادثه، لازم الاهلي مدير الكوره يروح ويسمع المحادثه بين الفار والحكم عشان يعرف قال له ايه، وان كان الحنفي متعمد ولا لا. لان البنا لسه الكره ملعوبه بقالهاش ثانيتين ويشاور للشحات ده ايده في جنبه، ده ايده في جنبه. انت ايه عرفك ان ايده في جنبه اما انت مش شايف اصلا؟ والتاني كونفيرت يا كابتن العب. يعني بص، تلاعب وتواطؤ غير عادي. هل الاهلي يتعلم من موقف ليفربول؟ كلكم فاكرين ماتش ليفربول ده ماتش بص خرب الدنيا في الاعلام، لما كان بيلاعب توتنهام والحكم حسب جون تسلل على ليفربول، والجون لليفربول، يعني الهدف بتاع ليفربول، والجون صحيح 1,000,000%. لما رجعوا للمحادثة بتاعت الفار وعملوا الخط، الحكم صفر واللايز مان قال لك اوفسايد، حكم الساحة قال لك اوفسايد. المحادثة بتاعت الفار الفار عمل الخط اتلغى اوفسايد، فقال له اوكي. الفار بيقول له اوكي انها اوفسايد، وحكم الساحة فكر انها اوكي هدف. يعني بص، خطأ مش مقصود. اوكي هدف، راح الحكم مصفر هدف، وليفربول اتغلب 2-1. والماتش ده كان مؤثر جدا في الدوري، وكان هيخلي ليفربول يتصدر ويركب الدوري ويبقى مرتاح خالص جدا. بعد الماتش مباشرة لجنة التحكيم طلعت اعتذار رسمي لليفربول، وقالت لك بالنص كده لقد تم خطأ بشري فادح، واحنا بنعتذر لليفربول. لجنة التحكيم طلعت قالت كده. يا ريت بقى الاهلي يتعلم من الحاجات دي. الاهلي لازم يصمم على موقفه، وعايزين نسمع المحادثة بتاعة الحكم الساحة وحكم الفار كانوا بيقولوا لبعض ايه. يعني ده بص ماتش في بطولة اوروبية، وشوفوا ايه اللي حصل. والخطأ ايه؟ ما هواش تواطؤ، ما هواش قصد يخسر ليفربول، لا ده قال له اوكي تسلل، والتاني فهمها اوكي هدف، وراح مصفر هدف، ومشيت المباراة على كده. والمباراة طلعت 2-1 لتوتنهام، وخسرت ليفربول 3 نقط. انا ما بقولكش الاهلي يستحق الفوز في الماتش ده، الاهلي ما يستحقش الفوز ولا المكسب، بس انت اديني حقي، انت اديني حقي وسيبنا اتغلب. مش مهم هل هي ضربة جزاء ولا مش ضربة جزاء، ضربة جزاء يبقى احسبها لي وسيبنا اتغلب. ما يمكن كان البنك الاهلي يجيب الرابع والخامس، ايه المشكلة؟ ما هو الاهلي كولر بوظ الماتش اصلا من الاول، اخطأ ومعرفش يعالج خطأه في الماتش وهو شغال، وساب الدنيا بايظة والدنيا سايحة والدنيا فكت اصلا، وخلاص الاهلي خسر الماتش. اوكي ماشي، خسر الماتش، بس انا مظلوم، انا ليا جون، انا ليا ضربة جزاء. تتصد بقى ما تتصدش، تيجي جون ما تجيش، انا ليا ضربة جزاء، احسب لي واديني حقي وسيبنا اتغلب.
ما في ماتش اتحاد جدة والاهلي لما الاهلي اتقدم 1-0 بضربة الجزاء اللي جابها معلول، حسب ضربة جزاء لاتحاد جدة وضيعها بنزيما، كريم بنزيما، وصدها الشناوي. تمام، بس هنا اداله ايه؟ حقه. في الماتش الفريق البرازيلي في نفس البطولة، الاهلي ليه ضربة جزاء وخسرنا بجون لكهربا صحيح 100% ضربة جزاء، والحكم ما حسبهاش. وهقول لك الحكم ده زيه زي الحنفي بالظبط، كان متواطئ لانها باينه للعمى. فالحنفي لازم يتعاقب عقوبه شديده، البنا لازم يتعاقب عقوبه شديده، عشان الناس دي يتحط عليها علامه اكس كده. كل فريق يجي يحكم له يقول لك لا انا مش عايز البنا ولا الحنفي، هم يحكموا للزمالك بس. الفار يا جماعه تعالوا ارجعوا كده للدوري لسنتين 3 فاتوا من ساعه ما اشتغل الفار. اي كرة للاهلي الفار يقعد 3 ساعات يفتش فيها، للزمالك يقعد 3 ساعات يفتش فيها عشان يحسبها، ويقعد يدور لها على مخرج زي المحامي اللي بيدور على ثغرة في القانون. تعالى للاهلي في ثواني، بيب لا خلاص مش بيلن، بيب لا خلاص مش عارف ايه، في ثواني. اما للزمالك يقعد يفحص ويمحص ويقعد 3 ساعات عشان يلاقي مخرج ويخرج بيه، ان كان على الزمالك او للزمالك. ارجعوا للسنين اللي فاتت كده وهاتوا المطوشه واتفرجوا عليها وهتلاقوا اللي انا بقول لكم عليه. هل الاهلي بقى هيتعلم من ليفربول ويمسك في حقه؟ لازم لجنة الحكام تطلع تعتذر وتقول لك احنا اخطأنا. لازم تطلع تقول لك ان اللي حصل ده تدخل بشري فادح، زي ما لجنة الحكام في الدوري الانجليزي في ليفربول قالت كده. لازم، ما هو ده خطأ وده خطأ ونفس الخطأ، ده لغى جون وده ما حسبش ضربة جزاء. ضربة جزاء صحيحة 100%. مفيش واحد في العالم كله قال لك ان هي مش ضربة جزاء. مفيش الا محمد فاروق اللي طالع يقول لك ايه الاهلي مش من حقه يعترض، هي اصلا اوفسايد. انت قلت لي انها اوفسايد؟ في حكم طلع عمل خط وقال انها اوفسايد؟ عشان تعرفوا ان انتوا لجنة حكام اصلا باتحاد فشل كلكم، شوات فشل ببعض. نخلص بقى من موضوع الحكام، والاهلي لازم يحارب على حقه. الاهلي انسكت هنفضل ماتش ورا ماتش ورا ماتش لحد ما تلاقوا الدوري طار. مش هنقول لك بقى راح للزمالك، لا ده الزمالك هينافس على الهبوط السنه دي. هتلاقيه بقى الدوري راح بقى بيراميدز، الاتحاد، انبي، كل الناس اللي في المقدمه دي هتلاقيها بتحارب على الدوري، والاهلي سلبوه حقه واحده واحده وماتش ورا ماتش، وتلاقي الدوري ضاع. لازم الاهلي يحارب على حقه، واحنا مش هنفضل نهاتي كده. لازم اداره الاهلي تاخد موقف، ولازم تقول لك عايزين نسمع المحادثه اللي بين البنا والحنفي. تمام؟ نروح بقى للاخ شيكابالا. في ماتش السوبر، في ماتش الكاس في السعوديه، طلع شاور كده والساعات والفلوس والرشوه، ويريد السميع العليم ان ربنا يفضحه في نفس الماتش. الامارات عمالين يقولوا له رجع الريالات يا شيكا. شيكابالا خد فلوس من امير الاماراتي هناك عشان يروح يلعب دورة رمضانية، وهي دي بصراحة حاجة تليق عليه. يعني هو المفروض ياخد عبد الله السعيد في ايده ويروحوا يلعبوا الدورة الرمضانية دي، ويسيبوا الزمالك فيه لعيبة هتلعب، هم على الزمالك اصلا يعني. تمام؟ صاحبنا خد $40,000 وعمل الاشارات دي عشان يتوقف. طبعا عندنا لجنة انضباط وبتاع كله بيعرض للزمالك، محدش وقف شيكابالا ولا حد عمل شيكابالا. فنائب شيكابالا جه على شونة، وعمنا شيكابالا ما عرفش يسافر، والامير الاماراتي فضحه وقال له انا هشتكيك قضائيا ان ما رجعتش الفلوس. يبقى هنا دلوقتي شيكابالا كان بيقول لك رجعوا الساعات، ودلوقتي العالم كله بيقول لشيكابالا رجع الريالات. ربنا فضحهم وهيفضلوا مفضوحين دنيا واخره، لان الناس دي مش سالكه اصلا. نروح بقى للكابتن حسام حسن والصدام الاول بين حسام حسن وابراهيم حسن والنادي الاهلي. كلكم عارفين ان ماتش سيمبا اتحدد يوم 29. الاتحاد الافريقي
قال لي سيمبا معاك يوم 30 ويوم 29 اختار يوم. طبعا سيمبا شايف ان لعيبه الاهلي كلها في المنتخب والمنتخب يخلص يوم 26. قال لك لا هلعب يوم 29 عشان لعيبه الاهلي تجيله مستويه. تمام. الجديد بقى ان حسام حسن بيقول لك انا هخلص يوم 26 ويوم 27 هجتمع بالفريق واقول لهم ايه الاخطاء اللي حصلت وايه الايجابيات وايه الهري والمري في دوره وديه ملهاش اي قيمه ولا لازمه. تمام. وكل ده ضد الاهلي. الاهلي مطلوب ان اللعيبه بقى هتيجي كده يوم 27 على كلام حسام حسن وابراهيم حسن، هتيجي يوم 27 هتطلع من المنتخب على الطياره تسافر يوم 28 تلعب يوم 29 من غير تدريب ومن غير حاجه. مكن الماني اصلك، احنا جايبين مكن الماني مش لعيبه. فادي حسام حسن في اول معسكراته اجل للاهلي ماتش وحط علينا عبء ماتش زياده. تاني حاجه حاجز اللعيبه اليوم 27 والاهلي عنده بطوله قاريه يوم 29. فاحنا عايزين نشوف اداره الاهلي هتتدخل وهتحل الموضوع ده ازاي، لان الموضوع ده شائك جدا وهيعمل مشكله، والاهلي مهدد بالخروج من البطوله. سيمبا فريق مش سهل، واديكوا شفتوا في الدوري الافريقي سيمبا تعادل معانا رايح جاي. تمام. فانت سيمبا هتروح هناك ممكن تتغلب وتيجي هنا تتعادل بقى ما تعرفش تغلبه، ما هيبقى هو اللي راكب الجيم. لو كسبك هناك هيبقى هو اللي راكب الجيم، هيجي هنا يلعب بقى عليك الجيم اللي هو رسمه بقى، ان كان هيلعب ديفنس ويلعب على الهجمه المرتده، ان كان هيدافع ال90 دقيقه، ان كان هيطمع فيك ويهاجمك وعايز يغلبك رايح جاي. فهتبقى حوارات كتيره. ايه اللي يخلصها؟ الاهلي لازم يتدخل في الموضوع ويحل الموضوع مع حسام حسن. حسام حسن واخد فريق الاهلي كله وفي نفس الوقت البطوله وديه، يعني البطوله وديه وملهاش اي قيمه ولا اي لازمه. اصلا الامارات لغتها وقالت لك مش هنعملها. طبعا الشركه المتحده وانتوا فاهمين قالت لك لا هنعملها هنا والاتحاد هينظمها هنا. ادينا مستنيين نشوف ايه اللي هيتم وربنا يصلح الحال. شكرا لكم يا جماعه، وبعد اذنكم لايك وشير، ولو سمحتوا لايك وشير وفعل زر الجرس على الكل، يعني اتاكد ان زر الجرس متفعل على الكل عشان الاشعارات توصل. سلام عليكم.